ظهر ولع البنات والسيدات الشديد المبالغ فيه بكلمات التفتيح أو نقول التبييض. ولماذا؟ لماذا لا تحب النساء اللون الأسمر ويتنكرن له؟ لما يسعين دائما لتغييره؟ إن ذلك انطلاقا من فكر وفهم يقول أن اللون الأسمر ليس جميلا، وأن الجمال في البياض والصفار. رغبة المرأة في أن تلفت أنظار الآخرين إليها وتنال إعجابهم بها جعلها تركض سعيا وراء البياض. غفل أولئك أن اللون الأسمر هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فعلى المؤمن الحق أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، فهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ليعلم أن من خطط إبليس اللعين أن يزهدهم في خلق الله ويشينه في ناظرهم، كما قال تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الله عز وجل بعدها: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إذن أنت بتغيير لون بشرتك تطيعين من؟ تطيعين الشيطان الرجيم وتعصين رب العالمين. ومن أجل ماذا أخيتي؟ نتكلم بصراحة بشفافية حتى يمس الكلام القلوب. إن أغلب ذلك الذي تفعله النساء اليوم يرجع إلى حد كبير لجذب الرجل خاصة، سواء كان بقصد طلب الزواج أو الخاطب أو الزوج، وهذا بسبب نظرة كثير من الرجال التي تقول بأن البياض هو الجمال. فبعض الرجال لا يرغب إلا في المرأة الحسناء البيضاء ويرى ذلك هو الجمال وما عداه فلا. وتصل هذه الرسالة إلى النساء من خلال تعليقات الرجال وانجذابهم ورغبتهم في فئة معينة. ولما يراه البعض للأسف في وسائل الإعلام من ممثلات ومغنيات ومذيعات، وكلهن تم انتقاؤهن وفقا لهذه المعايير. وهدف هذه الوسائل الخبيثة هو إضلال العباد، وقد كان للأسف الشديد لم يقتصر الأمر على مسألة البياض فقط، بل باتت الواحدة ناقمة حتى على ملامح وجهها وجسمها، فصرنا نرى عمليات التجميل وبشكل مخيف وغير معهود في بلادنا السودان. بتنا نرى حبوب التسمين والنفخ لمناطق معينة من الجسم وغير ذلك من السموم القاتلة المدمرة لحياتك يا غالية. اعلمي أخيتي في الله أن جمالك الحقيقي ليس هو في شكلك أو في لونك، إنما هو في قلبك، في جوهرك، في قلبك، في إيمانك، وفي نفسك الطيبة، في تعاملك، في حسن خلقك. البياض المنشود هو بياض القلب، الصفاء المطلوب هو صفاء الروح، الجمال المبتغى هو جمال النفس. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. كم من بيضاء المظهر سوداء المخبر، لسانها بذيء وكلامها رديء. بالله عليك انظري حولك، ربما إذا كان لديك 5 صويحبات باختلاف ألوانهم وأشكالهم، أيهن أقرب إليك؟ أيهن أحب؟ إلى من تجلسين؟ إلى من ترتاحين؟ هل مقياس الصداقة عندك هو البياض؟ بالتأكيد لا. فإذا كانت المرأة بيضاء وحسناء وحسنة الخلق بالتأكيد ذلك الكمال، وذلك فضل من الرب المتعال سبحانه وتعالى. فلا شك أن في الجمال وضاءة، ولا خلاف بين اثنين في ذلك. في البياض أنه هو الجمال، يعني البياض أكيد هو جمال بلا خلاف، لكن لا يعني ذلك أن السمراء أو السوداء ليست جميلة. فإن حسن خلقك وطابت نفسك فأنت جميلة، حتى ولو كانت بشرتك داكنة. فلا تقلدي واعتزي بنفسك وافخري، ولا تقللي من شأنك.
فمن أحبك ورغب فيك أحب فيك كل شيء، أحبك كما أنت، أرادك كما أنت. ومن كان تقييمه لك بالجمال فاعلمي أن الجمال لن يدوم، وسيفرح بك كثيرا بادئ الأمر، ولكن سيعتادك تدريجيا وسيطمح إلى أخرى، وهكذا. فلا ترخصي نفسك، إياك وأن تمقتي شكلك أو لونك لأحد. ارفعي رأسك وكوني أنت الأجمل بروحك الطيبة وتعاملك الراقي وعلمك وفهمك وتفكيرك واحترامك لنفسك وللآخرين، فهذا هو الجمال المتجدد، وحينها لن يملك شريكك أبدا، لن يملك شريكك أبدا. فإن الرجل الذي يستحقك هو الذي يشعرك بالأمان، يشعرك بقيمتك الحقيقية، يشعرك بالثقة، ليس الذي ينزعها منك ويشككك في نفسك ويجعلك ترفضين لونك وملامحك. إن الحياة طويلة، وفيها الألم، فيها المرض، فيها الانشغال، فيها التعب والإرهاق، فكيف سيكون عونا لك في هذه الظروف من كان شكلك رقم 1 بالنسبة له؟ ستشعرين لا محالة بالإرهاق النفسي والذهني حيال ذلك. أنت تنظرين دائما إلى عينيه التي لا تريد منك إلا الجمال، ولا يعني ذلك أن تهملي نفسك، كلا وحاشا. فواجب عليك أن تسريه إذا نظر إليك بحسن الهيئة والطيب وجمال الثياب والنعومة والابتسامة الطيبة والتنويع في المأكل والمشرب وترتيب المنزل والغند وغير ذلك. استمعي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. إذن المرأة لها طاقات وقدرات، إن أحسنت استعمالها أسرت قلب زوجها وملأته. لكي لا تخسري كل شيء، لا تغضب الله عز وجل لإرضاء أحد. تذكري قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس.